أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد. موقعة منتظرة مجددا بين الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، ولكن في هذه المرة هتكون مباراتين، مباراة في القاهرة ولقاء تاني في المغرب. مباراة الذهاب اللي هتكون في القاهرة هتكون 4 يونيو، والعودة في المغرب يوم 11 يونيو. خبرنا الثاني: رئيس الوداد المغربي يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة الأهلي. رصدت إدارة نادي الوداد برئاسة سعيد النصيري مكافآت مالية ضخمة للاعبين، وذلك لتحفيزهم. سيمنح رئيس النادي 80 ألف درهم مغربي لكل لاعب بعد الحصول على بطاقة التأهل للنهائي. خبرنا الثالث: مدرب صن داونز مكوينة: أتمنى التوفيق للوداد في النهائي. تحدث مكوينة مدرب صن داونز بعد الخسارة والخروج من دوري أبطال أفريقيا، وقال: الاختلاف الأكبر بين صن داونز والوداد إن الوداد لديه الكثير من الخبرات، يمكنكم أن تروا ذلك. لا تستطيعوا أن تشتروا الخبرة، بل علينا أن نكتسبها. سنفوز بدوري أبطال أفريقيا يوما ما، وأتمنى التوفيق للوداد في النهائي. خبرنا الرابع: الأهلي يعلنها: هنطلب الساعة الكاملة للجماهير في اللقاء القادم ضد الوداد. أكد النادي الأهلي على أنه سيطلب الساعة الجماهيرية الكاملة لاستاد القاهرة 70 ألف متفرج خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، مؤكدين في الأهلي على أن هذا الأمر هو أمر حتمي، ويجب على المسؤولين في الدولة مساعدة الأهلي على حضور الجماهير للفوز بأفريقيا. خبرنا الخامس: رامي ربيعة يرفض عروض الزمالك وبيراميدز انتظارا لموقف الأهلي. ربيعة عاوز يبقى فئة أولى، ولكن الأهلي عاوزه يكون فئة تانية، وده هو الخلاف في التجديد. ولكن رامي ربيعة لغاية دلوقتي رافض انه يتفاوض مع الزمالك او بيراميدز، ومدي كلمة للأهلي انه هيفضل مستنيهم لنهاية الموسم حتى يتم تحديد مصيره بشكل نهائي.